السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده الفيديو بتاع النهارده يا جماعة بالنسبة للجماعة المغتربين وبالنسبة للبنات لسه اللي في أول سنة جواز خالص. ما دخلوش المطبخ. هغلي عندي مية، يكون عندي نص كيلو لحمة مثلا أو أي كمية أنت عايزاها، ربع، نص كيلو، أكتر أقل زي ما أنت عايزة. أنا بقى بحبها بالطريقة دي، مش بحب ألوحها يا جماعة، بحب أسلقها. عندي مية سخنة بتغلي جدا، وأكون شاطفة اللحمة شطفتين حلوين كده وأعصر عليهم بس ليمونة، أغسلها تاني كويس وأبدأ أسقط اللحمة، تكون المية بتغلي أوي. عندي بقى شلت الريم بتاعها، تمام. دي عشان كانت عندي في الفريزر عليها ريم شويه، انما لو جايباها على طول قطعيه من عند الجزار مش هيكون فيها ريم كتير كده. نزلت ببصلايه وطماطميه ورشه فلفل اسمر وفصين او 3 حبهان، تمام. متكتريش فلفل اسمر عشان ما يسودش الشوربه، يعني شويه صغيرين خالص، تمام. فصين من الحبهان كده. خلاص الشوربه بتاعتي ما عادش ريم وما عادش اي حاجه. الريم ده يا جماعه قبل ما انت بتنزلي باللحمه، قبل ما تكون الشوربه تغلي غلوه، لسه في بدايه الغلوه كده بتطلع الريم بتاعها بره، تمام. انا كده خلاص ظبطتها اهو، خدت غلوه جامده اهي. هبدا بقى احطها على عين صغيره كده. شوف شربتها عندي بتسرج، ما فيش فيها ريم ولا فيها اي حاجه خالص اهو. حلو كده. بصلايه، طماطمايه، عايزه تحطي بقى جزر تحطي الحاجات بتاعتك انت حره، بس انا بحب مثلا جزرايه، قصدي بصلايه، طماطمايه، شويه فصين حبهان بس، فلفل اسمر، لو رمش. بنسيب الملح للاخر عشان ما ياخرش السوا. سبتها بقى على النار هاديه تستوي براحتها بقى، بتاخد ساعتين يا جماعه او ساعتين ونص عشان اللحمه تستوي سوا كويس، تمام. عشان تشربي شويه شوربه حلوين. وطي النار بقى عليها بعد ما تاخد اول غلوه كده عشان تبقى حلوه. حله تانية على النار، انزل كده بمعلقتين من الزيت وبصلايه كده انعمها قوي في الكبه على ايدك بالسكينه، بس اهم حاجه تكون ناعمه. انا الكلام ده مش لستات البيوت بتوعنا احنا، لا، انا بتكلم على البنات اللي لسه اول سنه متجوزين او الجماعه المغتربين الرجاله. ابدا عندي كده معلقتين بس من الزيت، مكترش زيت عشان ده الخضار ما يبقاش مزيت قوي. ومعايا بصلايه كده وسط، مسكتها بقى ايه، عملتها حتت صغيره كده بالسكينه او في الكبه زي ما انت عايز، ما تتحطش في الخلاط. في الخلاط بقى هتبقى عجينه. كبه بتفرم زي السكينه او بالمبشره برضو، معذره. خلاص ابدا بقى ايدي على طول فيها على النار، تمام. اقلب كده لما تاخد لون ذهبي كده او مقسنه. طبعا الجماعه اللي بيتعبوا من التسبيك قوي بتخليها ذهبي، بس احنا بنحبها متسبك شويه. بحب الصلصه بتاعتي بتكون تقيله شويه، او التسبيكه بتاع الطماطم بحبها تقيله شويه. في ناس بتحبها خفيفه، لا ترجع لك انت بقى، الخفيف ده في ايدك والتقيل في ايدك. البصله بتاعتي ايدك فيها عشان ما تغمقش من حته وحته، لا. هكون في التوقيت ده مجهزه ايه 4 حبات من الطماطم كده، غسلهم كويس ومقطعاهم وضربهم في الخلاط او في الكبه. الكبه يا جماعه بتفرم الطماطم بس يعني مش بتنعمها التنعيم الجامد، فعشان كده بصفيها. لو في الخلاط ما بصفيهاش، تمام. انا سبب التصفيه الوقت الكبه ما بتنعمش قوي زي الخلاط. الخلاط بصراحه في الطماطم ممتاز. ابدا بقى عندي كده الطماطم بتاعتي عصرتها وصفيتها بالمصفى، تمام. اشيل بس منها اشيل من الطماطم القشر بتاعها كده. طب ما عندناش مصفى بقى، كلام من الكلام ده خالص، وما عندناش غير كبه، او ممكن احط الطماطم ايه يعني في الخلاط واحطها على طول، مش شرط عند المصفى. كمان رشه كده من الكمون، نص معلقه صغيره بتاع الشاي كمون، فلفل اسمر، ملح، شطه، كزبره. انا مش بحط على الخضار يا جماعه اي حاجه غير الكزبره والملح والشطه والفلفل الاسمر. شطه واختيار، ممكن تحطها ما تحطهاش، تمام. هوطي بقى على النار مجرد ما التسبيكه تتسبك كده، يعني مثلا تغلي غلوه واحده كده، هوطيها بقى تتسبك او ايه تستوي في بعضها كده، عشان يبقى طعم الاكل بتاعي حلو زي اكل زمان كده وريحه زمان كده. كل ما كانت النار هاديه كل ما كان الاكل حلو. بص انا ببص برضو على اللحمه اهي، لو احتاجت معاكي شوربه ميه وحبيتي تزودي ميه عشان الشوربه تبقى كتير شويه، سخني ميه وضيفي ميه سخنه، ما تضيفش ميه على طول من الحنفيه. ميه من الحنفيه دي هتخليها ايه، هتخليها عندي تغيب سواها. كل ما بنزود زودي ميه مغليه، الميه المغليه هتسرع سواها. طيب اللحمه بتاعتي كبيره وغايبه شويه في السوا معايا، شفت معلقه الشاي احنا بنشرب بها الشاي كده، حطي منها سكر بس. حطي رشه سكر مع اللحمه كده قبل ما نضيف الملح، ده اخر حاجه خالص. هتستوي كده. عند الطماطم بتاعتي ما شاء الله يعني حلوه اهي. هقشر حبتين كبار من البطاطس. كميه الخضار حسب الافراد اللي عندي. طبعا لما بنكون عاملين يعني لحمه او فراخ او كلام من الكلام ده ما بنكترش خضار قوي، يا دوبك طبقين. بدات عندي اعمل البطاطس صوابع طويله كده، وتكون سميكه شويه. يعني تقطعي البطاطسيه نصين، وكل نص تقطعيه نصين كده، وتعمليها على 3 حتات بس. عايز تعمليها مكعبات صغيره ماشي، هتعمليها حلقات ماشي، بس انا بحبها صوابع كده بتبقى شكلها حلو، تاخدي الصابع كده مع نفسك بقى فيه.
بس تكون الطماطم البطاطس دي يعني قشرتها واغسلها كويس من الرمله او من الطين او اغسلها كويس. تمام. التسبيكه بتاعتي بس ادوقها كده اشوف الملح بتاعي مظبوط وحاجتي مظبوطه. تمام. احتاجت معايا رشه ملح كمان خفيفه حطيتها. وهحط معايا بقى البطاطس. يعني يبقى مش بسبكها قوي، لا ده انا مجرد ما بتغلي اوطي عليها النار 5 دقايق 10 دقايق بس كده ايه، يعني تشرب من بعضها البصليه والطماطميه والبهارات. تمام. ابدا انزل بقى بالبطاطس، تاخد غلوه واوطي النار بقى خالص يعني تستوي براحتها كده، عشان البطاطسيه تشرب من الدمعه بتاعتها كده او من التسبيكه بتاعتها. كده خلصنا البطاطس. هيشوفوا داخله بقى في السوا اهي ما شاء الله جميله. اللحمه بتاعتي برده مبشرها، انا ما حطيتش الملح خالص يا جماعه، الملح هيغيب السوا شويه. انا طلعتها بس اختبرها كده، اشوفها كده بغز بالمعلقه كده اشوفها ايه السوا بتاعك ده يرجع لك انت. بس اللحمه بالذات كل ما كانت مستويه طعمها بيكون حلو. تمام. شربتها ما شاء الله زي الدهب اهي. معايا البطاطس كده زي الفل اهي خلاص. بصي كده طلعي اختبري كده. كده استوت خلاص، اطفي عليها بقى. حتى لو لسه لها سن البطاطس ما تطفش عليها وهي مهروسه قوي، سيبي لها سنه بحيث لما تغطي عليها البخار يسويها. هبدا اعمل بقى عندي شويه ايه، ظبطت الملح بتاعي بتاع الشوربه بقى خلاص. طالما اللحمه حسيت دخلت في السوا خلاص. على فكره الفيديو ده يا جماعه انا طبخت ولعت على اللحمه والبطاطس بلعت عليها بعدها بساعه او ساعه ونص، مش ورا بعض كده. اللحمه ما خدتش دقيقتين، لا احنا طبعا بنسيب مده السوا دي، انما احنا بنسرع الفيديو عشان ما نطولش على حضراتكم. عندي بقى حله تانية اعمل فيها لسان عصفور. نزلت كده بمعلقتين من الزيت. ما تكتريش زيت لسان العصفور عشان ما يزيدش قوي ايدك بس. او اهم حاجه كده ايه، شويه لسان العصفور تحطيهم لما ربع كيس او نص كيس او نص كوبايه زي ما انت عايزه. اهم حاجه كده مشي ايه، قلبي فيه ماده الزيت كده بسرعه. وانت عليك على النار برضو ما تكونش ناره عاليه او انت بتحمريه عشان ما يشعوطش هياخد لون من جنب وجنب لا. تمام. والرز بتاعي برضو في نفس التوقيت كنت منقياه وهغسله برضو واولع عليه. انا بحب مع اللحمه رز ابيض، ما بحبش رز بشعريه ولا محمر. الفراخ بانواعها اللي بحب لها رز بشعريه عادي. ولو لحمه بالصوص بحب رز بالشعريه مفيش مشكله عندي. لحمه بالخضار بحب رز بالشعريه، انما لحمه بشوربه بالزيت هشرب شوربه كده يبقى عندي رز ابيض جميل من غير اي زيت. سلق العصفور عندي قلبته بقى كده بدا ياخد اللون بتاعه. ولا تعمليه غامق قوي ولا فاتح قوي، الغامق هتلاقي طعمه مرر والفاتح هينفش كده في الشوربه وتلاقي شكله مش حلو. سر يا جماعه من اسرار لسان العصفور، مجرد ما يتوضب معاك كده انزلي اي نوع شوربه تحبيه انزلي بيه. مجرد ما يغلي غلوه واحده اطفي على طول عليه، هيفضل يكمل سواه في الغليان بتاعه وانت مغطيه عليه بالبخار. انما لو سبتيه يغلي على النار كتير هينفش معاك يبقى شكله مش حلو. ممكن يقعد معاكي اسبوع في التلاجة كده من غير اي حاجه خالص. يعني بص انا بحط له الشوربه اهي، هي غلوه واحده بالظبط. مجرد ما يغلي مع الشوربه غلوه واحده هطفي عليه خلاص واغطي بقى والبخار اللي هيسويه. قبل الاكل بقى تكون الشوربه بتاعتك سخنه، زودي منه شوربه سخنه من الشوربه التانية، زودي شوربه بس عليه كده خلاص. تمام اهو نطفي عليه بقى. هو بقى ما شاء الله هيستوي مع البخار بتاعه. الرز بتاعي بقى بظبط العقد بتاعه عند العقد بتاعت الصوابع كده. ورزك بقى تبع ما انت ايه عارفاه، دور ازاي عريضه بتاخد ميه شويه. تمام. وبعدين الرز في فصل الشتاء يا جماعه بيحب يكون يعني رزايته مرخيه شويه، ما يكونش شارد كده زي الصيف، لان الصيف بنحبه مفلفل شويه انما الشتاء بنحب الرزايه ايه يعني تكون طريه شويه، تكون طعمها احلى. ولعت على الرز بقى حطيت بس انا الرز غسلته حطيت له الميه بتاعته وحطيت الملح بس، ما ضفتش اي ماده دهنيه عليه خالص. فناس تحط معلقه زبده معلقه سمنه، لا انا مش بحب كده. مع اللحمه شوربه تبقى كده بس. عندي الاكل بتاعي ما شاء الله اهو الشوربه زي الفل اهي ولسان العصفور جميل واللحمه بتاعتي عاديه خالص. حابه تحمريها حمرها بس الموضوع مش مستاهل، يعني نص كيلو مش مستاهل. ما بتكون الكميه كبيره شويه بنعملها. عندنا بقى الليمون والبطاطس بتاعتنا جميله. والف هنا وشفا واشوفكم في وصفات تانية جديد باذن الله. مع الف سلامه.